الاستوديو التحليلي سيكون لنا موعد مع الحكم جمال الغندور للحديث عن الحالات التحكيمية بالنسبة لمباراة الدنمارك وتونس. الآن نعود إلى عصام بعد ما أخذ تنفيسه، بعد ما ريح شوية. نعود إلى عصام لي طبعا يعطينا رأيه ويعيد باختصار ما قاله خلال نهاية المباراة فيما يتعلق بالتفاؤل، فيما يتعلق بالأمل، فيما يتعلق بتونس تقول أنا هنا، أنا موجودة تونس. فهذا هذا الشيء هو أهم شيء والممتاز. عصام بالنسبة لليوم بالنسبة لهذه المباراة. شكرا هشام. معناها المباراة ممكن في سطور. ضيعنا الربح في الشوط الأول، منعنا في الشوط الثاني. المنتخب التونسي لعب بأداء رجولي، احترم قميص واحترم تاريخه، احترم الحدث في بلد عربي مثل قطر، كاس العالم. مش كل مرة كاس العالم باش يكون في الأراضي العربية. أعطاو حق الكرة، أعطاو حق الجمهور، أعطاو حق شعبهم، والكرة أعطتهم حق في عدم الهزيمة. كلهم كانوا أبطال المباراة. المان اوف ذا ماتش نتصور باش يكون تونسي MVP الماتش للمرة الرابعة فقط في تاريخ كاس العالم. لكن أنا هشام سأنهي ملف الدنمارك بالإشادة بالأولاد باش نمشي في أفق مستقبلي تفاؤلي لمشاركة تونس هنا في قطر، بالتذكير على مباراة أستراليا. ما ربحنا شيء، ما ترشحناش، ما عملنا شيء. أستراليا قوية جدا وخطيرة جدا. أدعوكم للفرح الآن وأعطى حق المنتخب، ولكن محللي البين سبورتس ومحللي القنوات الوطنية في تونس والشعب التونسي ما ندخلوش في اللوفوري وما ندخلوش وما نتخمروش. ماتش أستراليا باش يكون صعيب، وذاك هو مفتاح الدور الثاني. أنا عنونت اللقاء هذا هشام في القول المفتاح عند الدنمارك. إذا نحبوا نفكوه، إذا نحبوا نترشحوا يلزم نفكوه. أنا نقول الآن المفتاح نحيناه من يد الدنمارك، الآن في يد أستراليا. إذا نحبوا نحلوا الباب يلزم مرة أخرى نفكوه. شكرا لعصام شوالي. طبعا الكريم هذه بداية طيبة، يعني أهم شيء هو تعادل إيجابي جدا مع الدنمارك، لا ننسى ذلك. أداء ممتاز ومقنع. فاليوم بدأنا بإيجابيات كبيرة للمنتخب التونسي، وهذا شيء يحسب لتونس. صحيح هشام، وجه ممتاز، أداء رائع، روح عالية، تنظيم دفاعي حقيقة كان ممتاز جدا. مباراة مميزة للمنتخب التونسي، وهذا اللي كنا نسمع فيه في الشارع الرياضي. هشام، المطالبة بوجه يشرف تونس. اللاعبين كانوا في الموعد. مباراة محترمة جدا تخلينا نأمل للترشح. عديد الأشياء الإيجابية على مستوى التكتيكي، على مستوى الروح، على مستوى الدفاعي خاصة. نحب نقول لي دحمان حارس قدم مردود طيب جدا. المباراة بطولية للحارس في عديد المرات معناتها أنقذ المرمى بتاعنا وكان في مستوى محترم، وهذا يشجعه هو ويخلينا احنا مطمئنين على الأقل في هالبطولة هذه ولو في المستقبل على حراسة المرمى. كذلك ثلاثي الدفاع كان في أعلى مستوى وكان معناتها تركيز عالي ثم بدون خطأ على مستوى الدفاعي وعلى مستوى التدرج بالكرة. ثنائي وسط الميدان حسب رأيي هم عيدوني، وكذلك علي العابدي اللي كان حسب رأيه أحسن لاعب في المباراة. كل اللاعبين هشام كانوا في مستوى يخلينا نأمل، يخلينا نطمح، وهذا هو الوجه الحقيقي للمنتخب التونسي. لجن، قلت لي قبل ما نعود إلى الاستوديو هذه من أسوأ مباريات المنتخب الدنماركي. يعني ما شاهدت المنتخب الدنماركي من زمان بهذا الشكل. لكن أنا أريد أن أسأل، هو المنتخب الدنماركي كان سيء أم أن المنتخب التونسي هو الذي فرض نسق لعبه ولعبه وأدائه على المنتخب الدنماركي؟ أظن أنه مزيج. نحن تحدثنا عن ذلك بين الشوطين. كل تلك الطاقة التي بذلها المنتخب التونسي، وتساءلنا هل يواصلون في الشوط الثاني، وجاءت الإجابة. منذ البداية المنتخب الدنماركي لم يدخل في نسق المباراة بالمرة ولم يفرض أي نسق بالمرة.
كان هناك بعض المفاجآت في التشكيلة منذ البداية، وعندما بدأنا مع بعض اللاعبين الذين هم ربما ليسوا جاهزين ولم يأخذوا بعض الوقت للتأقلم مع المجموعة، لم يتمكنوا من التأقلم إذا، ورأيت في بعض الفترات الدنمارك يقدم أشياء جيدة، ولكن منذ السنوات الأخيرة هذا ليس الفريق الذي عاهدناه في الحقيقة، هذا ليس مستوانا الحقيقي. بعض التمريرات البسيطة لا يمكن ترويضها من بعض اللاعبين، الكرة دائما ما تكون عشوائية. كان هناك بعض الفرص في مباراة مثل هذه تأتي فرص قليلة جدا. كورنيليوس كان لديه الرأسية على العارضة، وأنا حتى الآن مندهش من طريقة إضاعة فرصة مثل هذا، وحارس المرمى قام بإنقاذ رائع كذلك من تسديدة إريكسون، وهذا كان يمكن أن يغير ربما الأجواء بالنسبة لي الآن، لأن ربما هذا ما كنا ننتظره، ربما كنا ننتظر اللحظة التي تأتي فيها فرصة ربما واستغلالها، ولكن هذا لم يحصل اليوم. ولكن يجب أن أقول المنتخب التونسي فاجأني بكل صراحة بنظامه تكتيكيا، انضباط كبير جدا، قوة جسدية كذلك لاحظتها من هذا المنتخب، وروح الفريق. أنا لم أتوقع ذلك بكل صراحة، وربما أنا كنت متعجرفا نوعا ما، أو ربما توقعت أننا سنكون أفضل. كلا، في الحقيقة لا يمكن أن تتوقع أمرا مثل هذا. نحن لن نفكر أننا سنفوز قبل المباراة، ولكن أتذكر أن إنجلترا كذلك كانت قد هزمت تونس في مباراة الافتتاحية، لذلك لا عذر بالنسبة لي أو للمنتخب الدنماركي أن لا يحذروا من هذه المباراة. مستوى جيد جدا لتونس اليوم في الحقيقة، منتخب محترم جدا. إن شاء الله المقابلة الجاية المنتخب التونسي يكون أحسن وأفضل بكثير من اليوم بالأهداف، والدنمارك يكون أفضل أمام المنتخب الفرنسي، والدنمارك تفوز على فرنسا، تونس تفوز على إذا في الكرة هذا هو. إذا فيه نتيجة جات وفيه بصيص من الأمل تدخل الحسابات عادي جدا طبعا. عادي جدا. لكن حمدي، أعجبك المنتخب التونسي؟ تنظيم دفاعي على اعلى مستوى. انا اعتقد ان المنتخب التونسي النهارده فرض اسلوبه على منتخب الدنمارك من اول دقيقه في المباراه، اول 5 دقائق تقريبا، ان المنتخب التونسي كسب كل حاجه في المباراه. 50-50 تشالنج، كل الكور المشتركه، سكند بول، كل حاجه دي ورت ازاي المنتخب التونسي داخل المباراه شرس، داخل المباراه استخدم الجمهور بشكل كويس جدا. اعتقد ان الجمهور لعب دور كبير جدا النهارده في اداء منتخب تونس. اللاعبين كان عندهم حماس كتير، شراسه. نتيجه فوز منتخب السعوديه على الارجنتين ادتهم دفعه كبيره جدا، نزلوا بشراسه كبيره. اتفق مع بيتر ان المنتخب الدنماركي، يعني بتفرج على منتخب الدنمارك في اليورو، بعد اليورو يعني اسلوبهم وادائهم ممتاز جدا. النهارده دي اسوأ مباراه ليهم. كل الخطوره المنتخب الدنمارك اليوم كانت من الكره الثابته، يعني التصويبه الوحيده كانت من إريكسون تصدى ليها حارس المرمى بشكل ممتاز. ولكن كل تواجد منتخب الدنمارك في منطقه جزاء منتخب تونس كله من كور ثابته، ما عندهمش اي نوع من انواع الخطوره من مفاتيح اللعب. يعني كل الناحيه الهجوميه لمنتخب الدنمارك النهارده تصدى ليها دفاع منتخب تونس بشكل ممتاز جدا. تنظيم الدفاعي على اعلى مستوى، ال5 مدافعين عارفين هم عاملين ايه، 2 وسط الملعب اتكلم عليهم كابتن، ان الاثنين واقفين في نص الملعب عارفين ادوارهم الهجوميه ايه وادوارهم الدفاعيه. طبعا النهارده العبيدي اخذ احسن لاعب في المباراه، وانا اتفق ان الليفت وينج باك طبعا العبدي قدم مباراه دفاعيه على اعلى مستوى. يعني بيتر كان بيتكلم ان الراجل ده بيأدي بشراسه كبيره جدا، عنده حماس كبير جدا، يعني ما فيش ولا كوره مش عارفين يتنفسوا منتخب الدنمارك من الناحيه دي، لان الراجل واقف صح، البوزيشن بتاعه صح، عارف حافظ كل حاجه. فاداء ممتاز لمنتخب تونس، ايجابيات كتيره قوي جدا لمنتخب تونس. كلين شيت النهارده في اول مباراه في كاس العالم مهم جدا. لدينا متسع من الوقت للحديث اكثر محمدي. طبعا الى الاجواء، خلينا نعيش الاجواء، الاجواء الرائعه والاجواء الممتازه